مين اللي هيعدي ازاي وتحت هو بحصارك خالص. ويا صباح الخير عليكم يا حلوين، وحشتوني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حماس عشان الفيديو مليان كده، مليان وصفات على تفريزات على تنظيفات عميقة على شوية رغي كده مع بعضينا، عشان النهارده انا هفضفض لكم. والله اصل بصوا الموضوع ده حاسس في نفسيتي رغم انه كان من كذا سنة يعني. المهم ابتدي بروقان بقى الفيديو كده. انا جبت ايه؟ الكرواسون ده طبعا انا بعشقه من بريد فاست، خطير. طبعا لما بتسخنوا مخبوزات بتعملوا ايه؟ بتحطوا معاها كوبايه او نص كوبايه ميه في الميكرويف، بس تطلع بصوا خطيره، عمر المعجنات ما هتنشف معاكم. بس وعملت لي بقى حاجات كده رايقه كده، اللي هو ايه؟ بصي يا منى، دلعي نفسك يا حبيبتي عشان انتي داخله على حاجات كتير هتعمليها يا ماما ان شاء الله. هو كده، هو ده الشعور، دلعي نفسك عشان تشحني طاقه، عشان تفضي هذه الطاقه. المهم انا الفتره دي بحاول ان انا اقلل نشويات، سواء رز او عيش، يعني ايا كان بحاول ان انا اعوض ده بحاجه تانية بحيث ان انا احس بالشبع يعني. بس كده. والمهم بقى يا جماعه، قبل ما افضفض لكم عايزه اقول لكم ان في عرض على الطاسات دي في كارفور. كانوا التلاتة ب600. بصراحه انا لسه مش عارفه الكواليتي بتاعتهم ايه، بس انا بحس ان الطاسات دي من الحاجات اللي هي اوريدي بتستهلك، يعني هي كده كده اصلا ما بتعمرش كتير، معرفش ليه، بسبب بقى الزيوت والدهون ودرجه الحراره العاليه. فانا يعني ايه لما بلاقي عليهم عرض يلا لان انا بحس انا بغيرهم كل فتره. حتى الطاسات اللي كنت جايباها المتينه قوي ساعه التجهيزات، استنوا بقى عشان احكي لكم على اللي حصل قبل فرحي بكام يوم. اتسرقت يا جماعه. انا كل ما ارتب الدرج ده كل ما افتكر اليوم اللي انا اكتشفت فيه ان انا اتسرقت. ليه بقى؟ لان من 4 سنين مثلا او 3 سنين ونص حاجه كده، كنت واقفه قدام هذا الدرج. وطبعا يا جماعه الحمد لله عامله لكل ادوات من ادوات المطبخ ركن خاص عندي ايه في المطبخ، يعني كل درج او كل ضرفه او ايا كان بيشيل حاجه معينه، فانا بالظبط جايبه الحاجات اللي انا محتاجاها. فعارفه كويس قوي ايه اللي موجود وايه اللي مش هيبقى موجود، فاهمين؟ فالمهم ايه، وقفت قدام الضرفه بتاعت الطاسات دي، وكل ما حد من قرايبي يجي يدخل عليا المطبخ اقول له ممكن تجيبوا لي الطاسات، ممكن بصوا يا جماعه كأن مثلا في حاجه بتحصل، الناس دي بتختفي، محدش بيجي لي تاني. فرحت لهم بقى، يعني انا بقى كانت الكراتين والحاجات كلها في اوضه واحده، فندور على طاسات، انا مش لاقيه الطاسات، انا مش لاقياها. فطبعا قالوا لي طب الدنيا زحمه وكده، استني سيبيها للاخر. شويه اكتشف ان مفيش طقم السكاكين، شويه اكتشف ان طقم التوزيع مش موجود، شويه اكتشف ان الفازات مش موجوده. هل انتوا بقى متخيلين الموقف ده قبل فرحي بيومين؟ هل انتوا متخيلين؟ وايه كمان، يعني انت مش خدت فلوس، يا ريته كان خد فلوس، ده هو خد تعب حد. يعني تخيلوا انتوا قبل الفرح بتبقوا تعبانين ازاي، وبتحاولوا اصلا تخلصوا اللي وراكوا على قد ما تقدروا على حسب ما تفتكروا. فتخيلوا انت خدت ايه. انا مش هلف الرفاية بتاعت المطبخ دي يا جماعة، انا هلف على المحلات حاجة حاجة عشان انقي نفس الحاجة تاني بنفس الكواليتي تاني. فحقيقي انا كل ما افتكر الموقف ده يعني بتحزبن تحزبنه. شوفوا بعد كام سنه يا جماعه بتحزبن عليه لحد دلوقتي. طبعا مفيش اي شكوك غير في والله اعلم طبعا، بس يعني مفيش حاجه تانية حصلت غير الناس اللي هم العربيه اللي جت خدت الحاجه ونقلتها للشقه هنا. فطبعا هو مفيش غيركم يعني حقيقي مفيش غيركم. وطبعا اكيد حاولت اتواصل معاهم، بس طبعا يا جماعه اللي واخد حاجه مش هيرجعها. فحسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيستحل على نفسه حاجه حرام، او يعني يستحلها حتى على اهل بيته. بس يا جماعه فطبعا يعني كنت عروسه وزعلت. يعني انتوا متخيلين انت بتكسر فرحك كمان عروسه؟
الحمد لله الحمد لله انها جت في الحاجات دي، بس الحمد لله برضو. وانتوا حاولوا ان انتوا تاخدوا بالكم وتبقوا متابعين قوي الناس اللي بتنقل. حاولوا ان انتوا تنقلوا انتوا ان شاء الله كرتونه كل يعني اسبوع كده، اللي تجيبوا حاجه تحطوها على طول في الشقه عشان ما يحصلكوش الموقف ده. بس المهم دخلت بقى، كنت طالبه بانيه من بريدفاست برضو، وقلت بقى ايه ادخل كده اتبلهم شويه. عملتهم مشوي، وشويه خليتهم لتاني يوم عشان اعملهم بقى ايه ستريبس. مهم ايه ان انا بشيل الجزء اللي هو الصغير اللي انا وريته لكم كده في الصدر البانيه، بشيله وهخليه للستريبس، وكمان قطعت صدر منهم يعني. فبيبقى حلو قوي ان الباقي تخلوه مثلا للمشويات، والتاني تخلوه بس للستريبس، خصوصا لو انتوا جايبين كذا كيلو، فالموضوع هيبقى معاكم مثلا طلعتوا وجبة ستريبس كاملة من ولا حاجة يعني. بس المهم تبلت الستريبس برضو، قلت اخليها متبلة ان انا اطلعها على طول احطها في الفيجيتار، والصدور هتبلها تاني معاكم. وهكتب لكم التتبيلات عشان لو انتوا عايزين تجربوا التتبيله دي خطيره، اي حد بجد بيدوقها عندي بيقول لي انها مميزه، فهكتب لكم التتبيله وجربوها وقولوا لي رايكم بقى في الكومنتات. وبمناسبة الكومنتات، استنوا عشان الكلام خدنا النهاردة كده. لو انتي وصلتي لهذه اللحظة في الفيديو ومهتمة بالديكورات والتنظيفات والوصفات الجديدة والمشروبات بقى، واحنا الشتا وانتوا فاهمين بقى، ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل بقى فيديو جديد اليوتيوب يقولك. اليوتيوب هيقولك ازاي، لازم تفعلي زر الجرس يا هانم، ماشي؟ وده طبعا غير ان انت لو عجبك الفيديو تعملي لايك وتكتبي لي كومنت تقولي لي رايك في الفلوج. المهم يا جماعه نكمل التتبيلات بقى. انا بدخلها الفرن وبحط عليها كده شويه زبده وشويه ميه صغيرين وبس يا جماعه، بتطلع خطيره. وتقدري كمان تحتفظي بيها لكذا يوم لو انتي بقى حابه تريحي نفسك كده، وكل يوم بس تعملي جنبها سلطه، وتعملي كميه تعملي جنبها سلطه ورز كل يوم. يا جماعه والله مريحه وطعمها تحفه وخطيره، وممكن تقطعيها بقى سلايسز كده وبصي تحفه. المهم بقى تعالى اقول لكم على وصفه الرز اللي انا بحبها. في حله على النار هتنزلي بالزبده وشويه زيت صغيرين، خلاص حفظنا مع بعض عشان نحافظ على طعم الزبده لازم تحطي زيت. المهم وبعد كده هتنزلي بالبسله وتشوحيها بقى مع القرفه والجنزبيل وشويه من جوز الطيب لو عندك، وبس كده يا جماعه. نزلي بقى عليها الرز والملح والفلفل، خطيره. ممكن تحطي كمان تحطي حبهان وتحطي قرنفل لو انت عايزه. المهم دي استراحه محارب وبتفرج على مسلسلات يا جماعه. انا عايزه اقول لكم انا مش من الناس اللي بتحب تتفرج على المسلسلات الجديده، لا انا بحب بحب المسلسلات اللي انا عارفاها، اللي انا بتفكرني بذكريات زمان. فده مسلسل يوميات زوج معاصر، بجد بحبه جدا. المهم قعدت بقى اتفرج واقطع الفراوله زي ما قلت لكم. هعمل معاكم الوصفه بتاعه الفراوله. الفراوله انا بجيبها واغسلها كويس واقطعها مكعبات، وبعد كده بقى تنزل عليهم بشويه سكر كده حلوين، مثلا معلقه معلقتين لو كميه كبيره شويه بس. وترجوا كده العلبه كويس وتدخلوها التلاجة وتسيبوها بقى تنزل الصوص بتاعها. انا من الناس اللي مش بحب في الفراوله قوي انها تكون مززه سنه، فاللي بيحب الحاجه المسكره مش اللي تجزع، لا مسكره عادي هيحبها قوي. بحط معاها بقى كمان جوز هند، واقطع معاها بقى وقت التقديم الموز وكريم شانتيه من فوق. يا جماعه خطير، جربوا الطريقه دي. الناس بقى اللي هي بتجيب لاولادها، شايفاكم لاولادها زبادي بالفواكه، جربوا الطريقه دي وحطوا بعد كده الزبادي عليها. يعني تحطي معلقه كده من الصوص بالفراوله المتقطعه دي وحطي الزبادي عليها. ولو انت كمان بتعملي الزبادي في البيت يعني هيبقى تحفه. بصي كانك بجد شاريه جاهز، بس طبعا بقى من غير الالوان الصناعيه او المواد الحافظه اللي مش كويسه، خصوصا في الحاجات اللي بيكون لونها يعني احمر وبينك والحاجات دي بلاش يعني. ويا جماعه عايزه اسالكم بقى سؤال، عملتوا ايه في الوايت فرايداي؟ انا نزلت حقيقي بس انا حسيت ان هو مفيش وايت فرايداي ولا اي حاجه،
وفي حاجات طلباها اونلاين لسه ما جاتليش، ولو ما جاتليش هندب بجد. بس يعني لسه ما جاتليش، انا طلباها من بقالي اسبوعين، فانا حاسه ان تو ماتش قوي يعني. حتى ما فيش حد تواصل معايا اللي هو الاوردر هيجيلك في خلال كذا، ما فيش يعني. المهم دي بوينت. البوينت التانية ان انا ما كنتش حاسه بصراحه ان في اي خصومات، يعني كنت حاسه انها حاجات عاديه خالص. فاشتريت بصراحه الحاجات اللي انا محتاجاها بس، وما مشيتش ورا حته اللي هو يلا انتي لو ما اشتريتيش دلوقتي انتي مش هتلحقي. فدي خدعه، حاولوا تاخدوا بالكم منها عشان الخدعة دي مش حقيقية. صدقوني هي بتبقى بيعلوا ويقولوا لكم مثلا يعني سي الحاجة في العادي ب 500 جنيه، فيروح قايلين لك ايه دي بقت ب 450 بدل 1050، فاهمة؟ فخلي بالكم من الخدع التسويقية دي اولا. وثانيا حاولوا ان انتوا مثلا تتارجتوا ان انتوا تشتروا بس الحاجات اللي انتوا محتاجينها، مش الحاجة اللي عجباكوا خلاص، لان انتي بتضيفي كراكيب للبيت ملهاش اي 60 لازمة، بتشتتي نفسك بحاجات عندك كتير قوي. فخلي بالكم بس من التو بوينت دول، ممكن نبقى نتكلم عليهم في فيديو خاص، عشان الفيديو لحد هنا هيكون خلص، واشوفكم في فلوج جديد.